اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه رأيكم بقى في الحاجات اللي أنا عاملاها النهاردة دي؟ أنا عاملة النهاردة فتة، وعاملة شوربة، وعاملة فراخ وهو ده، وعاملة ملوخية ناشفة. شايفين الملوخية دي ناشفة مش خضرة. وعاملة بقى الفراخ اللي عليها موضوعنا النهاردة، من أول تنظيف الفراخ، من أول ما بجيبها من عند الراجل لحد ما تبقى عندك بالشكل ده بكل سهولة. وهقولك على كل الأسرار اللي بتخلي الفراخ زفرة، وتقطعيها ازاي وتظبطيها ازاي. بس شوفي الفيديو للآخر وما تنسيش اللايك. حاجة بقى، احنا جبنا الفرخة لسه جايبينها اهو من عند الراجل بتاع الفراخ. هتبص تلاقي هو، بص انا ما عملتش فيها حاجه خالص عشان اوريكم انا هعمل فيها ايه بالظبط، وايه حكايه الزفاره اللي احنا مش عارفين نتخلص منها دي. ان شاء الله هتخلص في الفيديو ده، لان انا عمري ما عملت فراخ زفره، والله عمري ما عملت فراخ وحد اشتكى انها زفره. اول ما بتيجي من عند الراجل شايفه فيها ريش كده، وفيها حاجه رقيقه كده زي القشره كده. بص مش عارفه باينه بقى ولا ايه. القشره دي انت بتشيليها، قشره رقيقه خالص زي الجلده كده، رقيقه كده. دي بتتشال اهو. فيه بقى ريشه زياده بتمسكيها كده، كل الجلد اللي هو ده تفركي بايدك كده اهو. تعملي كده ادي اول حاجه، اول خطوه انا هعملها اشيل الجلد ده. ومتخافيش من الفرخه كده، امسكيها جامد كده عشان تعرفي تتحكمي فيها وتتمكني منها وتنضفيها كويس. كل اللي فيها الحته دي بقى هي مليانه ريش صغير كده، بلاش منها، احنا هنشيلها خالص اهو. بنقص انا شلتها بريشها بكله. ابص جوه عشان فيه الفشه دي ساعات بتبقى لازقه في العظم جوه كده، تتاكدي انها متشاله. بس هنا عندي اهي متشاله. هنا برضو حته جلده كده بده، وفيها برضو شويه ريش صغيرين. عايزاها نضفيها، مش عايزاها هتروحي قطعاها بالسكينه، لان هي كده كده يعني الحته دي ولا حد بياكلها ولا حد بيجي ناحيتها. انا كده بنضف في الفرخه وبشيل الحاجات الزيادات اللي ملهاش لازمه واللي هتاثر لي على الشوربه بتاعتي. في هنا الفتحه بتاعت الشرج دي بحط صباعي فيها، في جلده كده رقيقه كده اهو، بشيلها برضو اهو. دي بتتشال برضو، بتعمل زفاره اهو. واتاكد من الزور بتاعها انها شايله القصبه الهوائيه وكل الحاجات اللي هي بتبقى في الرقبه دي، برضو اتاكد منها. باجي بقى عند الرقبه دي، الحته اللي هي مكان الذبح دي ساعات بتبقى كلها دم بص بناقص العقله بتاعت الرقبه دي، حته صغيره كده اهو، وبالسكينه مش هتاثر عليا، وبقت مكانها نظيفه اهي. اللي اتشالت اهي مكان الذبح، ومكان ما اتحطت كنت هتذبحي اللي بيذبح في حاجه مش نظيفه ولا حاجه اهو. كل الحاجات دي تتشال. واول نصيحه مني بقى ان انت تعملي الحركه دي. الحاجه اللي بتزفر ان انت بتجيبي الفرخه وتسيبيها شويه في الكيس، دي بقى هي دي يعني الكارثه. القلب بتاعي هتبص تلاقيه كده في حته دم متجمعه كده اهو.
وانضف القلب وهشقه كده. القناصه بتاعتها هي بتيجي، بصوا بيبقى فيها برضو لسه الحاجات الصفرة دي بتتشال كده اهو، وضفرك كده، وبعد كده بالسكينه هتكحتي فيها كده لحد ايه المزلقه والحاجات اللي فيها ده تطلع. كوب الميه واحط ميه نضيفه تاني اهو، وهعيد عليها كمان مره. نسيت ريشه كده ريشه كده اهو، عماله تعملي لها حمام مغربي. بص تلاقي الفرخه كده منوره فيها. بتخبط من جوه كده وتكحتي كده فيها من جوه كويس بضوافرك. دخل الميه من جوه اهو، بصي شايفه البياض والجمال ده، لسه كمان احنا لسه ما خلصناش اهو. عيد على القلب وعيد على الكبده اهو، اتاكد ان الكبده سليمه ما فيهاش حاجه، المراره مش موجوده متشاله اهي. وادي القناصه بتاعتنا الحلوه اهو تاني، والدهن ده احنا كنا قاطعينه ملهوش لازمه اهو. وهنكب برضو الميه بالشكل ده. كل الحاجات دي ملهاش لازمه. حاجات قد ايه طالعه منها. هجيب الفرخه بتاعتي الحلوه وهحطها، وهقول لك على بقى الاضافات اللي احنا هنحطها عليها تاني. اول حاجه اللي عندي شويه دقيق صغيرين يعني مش حاجه يعني اهو، وهمسكها بيهم ندخل الميه جوه كده. وهتفضل تفركي لو لقيتي اي جلده في اي حته. انا برضه شويه دقيق لو في حاجه بيطلعها برضه. اظن كده مفيش تاني. نبدا برضه في الميه من كده اهو.
كوب الميه برضو. بصوا الدقيق، الميه برضو محمره شويه، يعني الدقيق ده بقى اللي جاب من الاخر. استحاله الفراخ تبقى زفره لو انت عملتيها بالطريقه دي. امشي بس على الخطوات زي ما انا قايله لك كده، والله العظيم انا بقول النصيحه اكني بقولها لبنتي بالظبط بالظبط. الليمون وتروح حاطه القشر رخط اهو في الميه والملح، شويه ملح حلوين اهو. وهسيبها منقوعه كده في الميه اللي فيها الملح والليمون. بص يعني هقول لك ايه، ربع ساعه كده عليها، بس ربع ساعه، وارجعي اشطفيها تاني وهنشوف شكلها عامل ايه. الميه كلها ملح وكلها ليمون لقيت الميه برضو اتغيرت كده اهو لونها، يعني انا هغيرها برضو. الميه كده مش عاجباني اهو، هشطفها وهحط ميه بملح بليمون غير اهو. يعني الميه مش نافعه الليمون برضو الميه دي ما ينفعش يتنقع فيها. ليمون، وانت عندك الليمون في التلاجة، هتغسلي فراخ هتغسلي سمك او حاجه، بتنقي الليمونه اللي هي قربت تبوظ بتاع، هي دي اللي تستخدميها عشان تخلصي منها. وكده كده احنا عايزينها، يعني مش هنشرب بيها عصير ولا اي حاجه، فاي ليمونه عندك. يعني انا لقيت ديت انا لو سبتها هتبوظ ومش هينفع استعملها في سلطه ولا ينفع استعملها في عصير، فبستعملها في الحاجات بقى اللي زي دي. يعني انت اي ليمونه عندك لونها متغير كده احنا بنستخدمها في الحاجات دي. اظن نصايح تستاهل اللايك اللايك اللايك. هجيب الفرخه تاني اهو كده بقى، اخر مره بقى خلاص كده. شايفه الفرخه لونها عامل ازاي؟ ابيضت 15 درجه. الليمون بتاعنا اهو، الليمون، وهحط الملح بتاعي اهو اهو. شايفين بقى الميه دي كده يتنقع بقى فيها اهو، وهسيبها زي ما قلت لكم ربع ساعه. شايفه الميه اللي انا نقعتها؟ مينفعش تنقعي الفرخه بميه لونها متغير خالص، بناقص شويه الميه دول وبناقص الليمونه وشويه الملح زي ما انا عملت كده. هسيبها بقى ربع ساعه، وهقول لكم ايه كمان طريقه ان انت تطبخي الفرخه دي لحد ما تاكليها كده وتدعي لي. وبص بقى هنعمل بقى كده ايه، خلطه حلوه كده في الخلاط او في الكبه عندك، يعني ده او ده عادي. يعني بصلتين 4/4 كده، لان كده كده انا حاطه شويه ميه صغيرين في الخلاط، والطماطمتين الحاجات دي مغسوله كويس، وفلفلتين كده، واحده خضره 2 خضره على واحده حمرا كده اهو.
ماشي. وفي الخلاط ملح وفلفل اسود و2 حبهان اهو، ماشي. وواحده مكعب مرق الدجاج فقط لا غير. يعني ما تحطيش على الشوربه بتاعتك حاجه الا بقى ان كان في قرنفل مثلا او حته قرفه صغيره. مفيش حاجه اسمها كمون على الشوربه دي تعرفي يعني، ولا كزبره ناشفه يعني، ولا بحط كمون ولا كزبره ناشفه ينفع يتحطوا على الشوربه. لان انا بحط على الشوربه يعني، انا الحاجه الاساسيه اللي عندي ان انا بحط مرق الدجاج وبحط ملح وبحط فلفل وبحط ورق لوري، بس بحطه في الميه ما بخلطوش في الخلاط عشان بيصغر كده بيتفرفت كده وبيضايقنا في الشوربه. فانت الحاجات دي اهي في الخلاط اهو. وبعد كده اذا كنت عايزه تحطي قرنفل او تحطي حاجه بتحطيها في الميه بتاعه السلق اهو بالشكل ده. وهضرب بقى الكلام ده كله في الخلاط. الحله بتاعتي طماطمايه تاني بقى بس كده. والفرخه بتاعتي اللي انا غسلاها اهو وشطفاها بالشكل ده على الطماطم اللي عندي. بالشكل ده. وهنزل بقى بالخليط اللي انا عاملاه ده اهو. في الحله نفسها هي وهغطي. عايزه تسيبيها شويه نص ساعه بالشكل ده هتبقى عسل عسل عسل. بس انا عشان انا مستعجله ما عنديش وقت فانا هحطها على البوتاجاز على طول. وهنا بقى انا بسيب الفراخ. لو انت عايزه تسويها كلها بالطريقه دي وتطلعيها وتحطي على البصل والحاجات اللي هي موجوده في الحله دي الميه السخنه بتبقى شوربه برضو عاديه. انا هنا عملتها 3/4 سوا اهو زي ما انتم شايفين كده، حاجه عظمه كده. وهنزل عليها بالميه السخنه. يعني انا ساعات بسويها بالبصل كده واشيلها وارجع احط الميه، بس انا المره دي حطيت الميه عليها على طول. شمي بقى ودوقي احلى شوربه. وكل الحاجه اللي بتتعمل بالشوربه دي بتبقى حلوه برضه عشان الشوربه اساسها حلو. شايفين عملت ازاي؟ بس انا لسه هزود ميه كمان لان محتاجه كمان شويه ميه.